السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول محاضرة من محاضرات الكوميونيكيشن ستيب 4. زي ما احنا عارفين إن دي آخر ستيب طبعا، فمحتاجين نعوض فيها. محاضرة النهاردة تحت عنوان Instructing and Educating Individuals. إن شاء الله النهاردة هناخد part 1 منها وهنكملها في part 2. من العنوان كده Educating Individuals يعني بنعلم أشخاص. تمام كده، مين الأشخاص اللي ممكن تعلمهم؟ يعني أنت بالنسبة لك كدكتور، مين الأشخاص دول اللي ممكن يتعلموا منك؟ او الاشخاص اللي انت بتديهم instructions هم البيشنت بتاعك او الريلاتيفز اللي معاه او الفاميلي بتاعته يعني. تمام كده، بيقولك instructing and educating patient should be carried out by all doctors in any health facility and private clinic. It's a must. طيب ليه انا لازم اوجه واعلم البيشنت بتاعي؟ اول حاجة to educate their patient for shared decision making. يعني ايه؟ علشان البيشنت بتاعي ده يكون فاهم حالته كويس، علشان انا لازم بشاركه معايا في القرارات اللي انا باخدها. القرارات اللي انا باخدها في علاجه. يعني مثلا لما نيجي نقرر سوا العلاج هيكون ايه، ما يتعبنيش ويختار صح. وما ننساش برضو ان انا لازم اخد رأي البيشنت بتاعي في العلاج، يعني عايز عملية عايز علاج كده يعني. تاني حاجة support patient self management، علشان أساعده إنه يفضل عامل management لحالته. أنا لما الدكتور بتاعي بيبقى مفهمني حالتي كويس، مفهمني ايه الحاجات اللي لو عملتها حالتي هتسوء أو هيحصل لي relapse، أكيد مش هعملها. تمام كده. تالت حاجة motivate their patient for adaptive health behavior، بتشجعه بقى ان هو يتأقلم مع حالته الصحية الجديدة. يعني انا بقى بقيت عارف ان انا ما عدتش هعرف اشيل حاجات تقيلة عشان الدكتور فهمني ان لو شلتها هيحصل لي كذا كذا. مثلا واحد عنده هرنيا، فهمني ان الهرنيا هترجع لي تاني. كمان بتشجعه ان هو يعمل health behaviors، يمشي على behaviors صحية اكتر. تمام. بيقولك بقى ان معظم الدكتورز نسيوا النقطة دي، نسيوا انهم educators، وانهم شايفين ان مهمتهم بس تنحصر في انهم diagnosticians و treatment providers. وده للأسف خلى مشاكل كتير ظهرت. زي ايه المشاكل دي؟ اول مشكلة non adherence is a major problem. الناس ما بقتش ملتزمة بالعلاج بتاعها ومش بتحافظ على صحتها، طبيعي لان هو محدش عرفهم خطورة ده. تمام كده. تاني مشكلة patient often don't understand their doctors. البيشنت مش فاهم الدكتور بتاعه. والله يا حاج انت عندك فتاء وهو محتاج عملية، ما هو مش عارف اصلا ايه الفتاء ده، وهيطلع من العملية يروح يشيل تقيل تاني ويرجع له الفتاء تاني، لان هو اساسا الدكتور معرفوش ما فهمهوش. هو ما كانش فاهم اصلا ايه اللي هو فيه وايه خطورته. تمام كده. تالت حاجة patient are unable to identify correctly all the critical information given. المريض مش بيكون قادر على تجميع المعلومات المهمة اللي بتديها له بشكل صحيح، لان هو اصلا مش عارف ايه المهم وايه اللي مش مهم. رابع نقطة patient don't know the medications prescribed. اكيد حصلت مع حد فينا ان هو راح للدكتور اللي هو الصامت ده، اللي هو بيكتب له روشتة وبيديها له، وعيش بقى انت مع نفسك مع الصيدلي اللي يعرف يعرفك الادوية يعرفها لك. طيب ما هو انت مهمتك ان انت تعرفها لي. تمام كده. بعد كده بقى عندنا نقطة تانية اللي هي timing of instructions. احنا كده خلصنا ال education وعرفناه. عايزين نعرف بقى امتى بندي instruction للبيشنت بتاعي او الريلاتيف اللي معايا. عندنا 5 situations بندي فيهم instructions. أول situation before you start examination، قبل ما بتبدأ الفحص بتطلب من الممرضة أو من الأسيستنت اللي معاك أو حتى حد من الريلاتيفز إن هو يساعد البيشنت إن هو يخلع ملابسه. بعد كده بتطلب من البيشنت إن هو يلاي داون مثلا على السرير. تمام كده. مزودين برضو حتة ethically ان هو انت تتأكد ان ايديك مش باردة عشان لما تيجي تفحصه، ولازم تنشور البريفسي بتاعة المريض. تمام كده. تاني situation معانا بيكون during الفيزيكال examination. لازم تاخد بالك من literacy issues اللي هو المستوى الثقافي بتاع المريض، وكمان الكوميونيكيشن. يعني مثلا ممكن شخص جاي يكشف عندك مش حابب ان هو جسمه ينكشف قدام النيرس اللي واقفه معاك، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. كمان قبل ما نعمل اي خطوه لازم نعرف المريض اللي معانا ونقول له انا هعمل كذا. تمام، عشان ما يحصلش hostility او anger او حتى يرفض الفحص. لازم تكيب البرايفسي، تمينيمايز النويز، ما تستخدمش اي frightening word، ما تستخدمش اي كلمات تخوف البيشنت منك. تمام، ولا تستخدم medical term لان هي ممكن تكون غريبة على البيشنت. تمام كده، زي auscultation percussion palpitation rectal examination. الكلمات دي كلها non familiar للبيشنت. تمام. كمان في مقولة بتقول
if the patient don't understand the words they can't understand the message. المفروض ان انت بتكوميونيكيت معاه باللغة وبالطريقة اللي يقدر يفهمها. كمان علشان البيشنت يكوبريت معاك اثناء الاكزامينيشن لازم تعمل حاجتين. اول حاجة show him respect. طيب show him respect ازاي؟ اول حاجة بالنون فيربال ساينز، بتنتبه لكلامه، بتتأكد بتتأكد من ان انت بتكيب اي كونتاكت معاه كويس. رابع حاجة بتشو genuine concern، اللي هو بتتأكد ان هو حاسس انك انت مهتم بيه وفاهمه. تمام كده. تاني حاجة معانا بتشو empathy. زي ما قلنا الامباثي بيكون متجمع في كلمة nurse اللي هي النيمينج والاندرستاندينج والريسبكت والسبورت. طيب how to show empathy للبيشنت بتاعك. اول حاجة بتشوف النون verbal messages، reflection، legitimation و indicate your personal support. طبعا الحاجات دي احنا اخدناها في step 3 وهي مش مهمة اوي في step 4، ولكن الفيديوهات بتاعت step 3 موجودة على القناة لو حد حابب يبص عليها. بيقولك ان في بعض الحالات البيشنت بيفتكر بعض الايتمز اللي ناسي يقولها لك في الهيستوري، فساعتها المفروض ان انت توقف الاكزامينيشن وتكيب الاي كونتاكت معاه وتسمعه، تجمع منه الداتا وتشوف ايه المهم، وبعد ما تخلص بتشكره وبعدين ترجع تكمل الفحص تاني. بعد كده بقى تالت situation معانا instructions during lab investigations. يعني ايه instructions اللي بتديها وانت بتطلب اللاب investigations؟ زي ما قلنا في البروفيشناليزم ان انت بتكتب ريكوست فورم كده فيها اللي انت عاوزه، بس هل انت بتكتب كده وتقول له خد يا حاج الورقه دي واعمل لي التحاليل او الاشعه اللي فيها وبقى تعالي لي؟ اكيد لا. طيب بتعمل ايه؟ اول حاجه state what are these investigations، بتقول له ايه هي الفحوصات دي، يعني الفحوصات دي عباره عن ايه. تمام. تاني حاجه اهميتها ايه وهتفيده بايه. تالت حاجه بتعرفه امتى يقدر يعملها، يعني هل لازم يعملها النهارده ولا ممكن بعد اسبوع ولا في اي وقت ولا امتى. رابع حاجه give him a written list of investigations، بتكتب بقى الليست اللي احنا قلنا عليها دي. تمام. خامس حاجه suggest several lab، بتقترح عليه كذا معمل يقدر يعمل فيهم الفحوصات ديت. بلاش تقترح عليه معمل واحد لان هو هيفكر انك متفق مع المعمل ده وبتاخد منه نسبة يعني. تمام. الليست بقى اللي انت كتبتها دي اللي انت كتبت له فيها الفحوصات، ايه شروطها؟ بيقولك اول حاجة لازم تكون readable، complete، clear و specific. وبيقولك كمان يستحسن ان هي ما تكونش handwritten وتكون printed علشان يعرفوا يقرأوها. واخيرا بتحدد مع البيشنت ميعاد الزيارة الجاية اللي انت هتشوف فيها الانفستيجيشنز وتحدد فيها التشخيص يعني المظبوط. رابع situation writing prescription. بيقولك writing prescription require a good written communication skills. لازم تكون مكتوبة بخط كويس، تكون readable، تكون complete، تكون clear وتكون specific. وكمان الدكتور قالت ان انت ممكن هنا في مصر تكتبها ب2 languages، يعني اللي هي العربي والانجليش. لازم تتكتب بطريقة كويسة علشان الصيدلي والبيشنت يعرفوا يقرأوها عشان ما يترتبش عنها مشاكل ويحصل يعني سوء صرف في الأدوية وكده وبالتالي المريض يخسر حياته ويموت. تمام. وان كمان المفروض الصيدلي ما يديش بريسكريبشن طالما هو مش فاهم الكلام اللي مكتوب فيها كويس. واخيرا خامس situation information and instructions related to health concern. المفروض الدكتور بيكتب ليست بالحاجات المهمة اللي البيشنت المفروض يعملها. طيب ايه فوائد الليست دي؟ اول حاجة act as a memory. تمام. يعني لو البيشنت نسى الكلام اللي الدكتور قاله هو مكتوب معاه. تاني حاجة it to ensure compliance. تالت حاجة avoid medical errors. رابع حاجة help patient to play an active role in taking care of himself. تمام. طبعا بقى لازم تكون مكتوبة clearly، واضحة، تكون مكتوبة بلغة بسيطة. لازم تافويد الجارجون ووردز اللي هي الكلمات الغريبة والميديكال terms والسيمبلز والابريفيشنز. بعد بقى ما بتكتب الليست دي بتراجع تاني الكلام اللي فيها مع البيشنت بطريقة سهلة. بتuse words and expressions that are clear to the patient، تختار لغة سهلة يعني وبسيطة. use few words، تستخدم كلمات قليلة. state message in consistent way، بتصيغ كده الجمل والعبارات بتاعتك بطريقة مرتبة. be real and say what you mean، يعني اللي انت قصده قوله وخليك direct كده مع البيشنت. be polite، خليك مؤدب. make sure that he understand you.
اتأكد يعني ان هو فاهمك. طيب انت هتتأكد ازاي ان هو فاهمك؟ هتطلب منه ان هو يعيد عليك اللي انت قلته، واسأله لو هو عنده اي اسئلة ممكن يسألك فيها. كمان ممكن تخليه يسجل كلامك على الموبايل من غير ما تخاف، طالما انت ما خرجتش عن يعني الحدود الطبية. تمام. وفي الاخر بقى بتشكره. تمام. انا كده خلصت. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة واكون بقدر اوصل لكم المعلومة. بالنسبة للناس اللي بتقلق ان وقت المحاضرة قليل مقارنة بالمحاضرة اللي على البورتال، اكيد طبعا انا شرحي مش هيكون شبه الدكاترة اللي على البورتال، ربنا يجازيهم عنا خير، ولكن ما تقلقوش والله، انا اكيد مش بنقص حاجة، بالعكس انا بجمع الكلام الموجود في الكتاب مع الكلام الموجود في المحاضرة بحيث ان انا ما افوتش اي حاجة. فما تقلقوش يعني، اكيد انا مش هاذيكم بجد، مش حامل ان حد يدعي عليا اصلا في الايام دي. فما تقلقوش، واتمنى تفتكروني معاكم في دعواتكم، وشكرا ليكم.